في ليلة غابت فيها شخصية البطل واستعصى فيها الذهب على مارسيل كولر للمرة الثانية على التوالي. البطولة الوحيدة اللي خسرها مارسيل كولر مرتين ورا بعض هي السوبر الإفريقي. الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي 2024، بطولة مستحقة لنادي الزمالك. مباراة غريبة وعجيبة من النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي. الأهلي بيخسر السوبر الإفريقي في السعودية. السنة اللي فاتت كانت قدام اتحاد العاصمة الجزائري في الطائف في السعودية، والسنة دي في بداية الموسم أيضا قدام نادي الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي في السعودية. النادي الأهلي اللي كانت دوافعه كبيرة عشان يرجع طاره من بطولة سوبر سنة 1994 ويحقق السوبر الإفريقي على حساب الزمالك عشان يبقى الكفة متعادلة بين الأهلي والزمالك، ولكن الأهلي لم يحضر الليلة إلى السعودية خصوصا في شوط المباراة الثاني. بداية موسم زي الموسم اللي فات خسرنا قدام اتحاد العاصمة الجزائري بطولة السوبر هنا في السعودية. بعدها الأهلي خلال الموسم كله ما خسرش ولا بطولة. كل البطولات اللي دخل فيها حصدها مارسيل كولر، سواء دوري ما عدا الكاس طبعا بتاع السنة دي لأن الكاس الأهلي انسحب منه، لكن جميع البطولات التي دخل فيها مارسيل كولر مع النادي الأهلي كسبها ما عدا السوبر الأفريقي السنة دي والسنة اللي فاتت. فربما كانت التوقعات التي أشاد بها البعض بالنادي الأهلي واستفزاز بعض الإعلاميين واللعيبة القدامى من النادي الأهلي وخصوصا الكابتن أحمد بلال. الكابتن أحمد بلال اللي طلع النهاردة شيكابالا مع إبراهيم فايق عقب المباراة مباشرة وقال إن دي رسالة لكل الناس اللي ما كانتش مصدقة فينا وبعض الإعلاميين اللي بيطلعوا على التلفزيون يغلطوا فينا ويقللوا من نادي الزمالك. الكاس في الزمالك، احنا النهاردة أبطال السوبر. وطلع معاه كمان ناصر منسي اللي كان منسي واللي قاله إبراهيم فايق اللي كانت الناس كلها بتنتقده بجائزة رجل المباراة. هل يستحق الزمالك؟ نعم يستحق وبكل تأكيد. البطولة النهاردة راحت للمجتهد، للي كان بيلعب أحسن وأفضل في المباراة. أي نعم اللقاء انتهى بضربات الجزاء الترجيحية أو ضربات الحظ الترجيحية، ولكن الكرة كافأت من يستحق. الكرة راحت للي اجتهد ولعب وكان محافظ على تركيزه بالذات في الشوط الثاني. الاهلي سجل الهدف الاول عن طريق ضربة الجزاء وعن طريق وسام ابو علي، ولكن بعد كده ما شفناش الاهلي جه الشوط الثاني، لا ما جاش الشوط الثاني. تسديدة واحدة وحيدة فريدة من حسين الشحات خلال شوط باكمله وصدها محمد عواد. وبالمناسبة محمد عواد اللي بعض مشجعين وجمهور نادي الزمالك اللي كان زعلان ان محمد عواد هو اللي هيحرس مرمى نادي الزمالك في ظل غياب محمد صبحي وقال لك اصابة واحنا كده عندنا غيابات. يا ريت يا راجل، انا كمشجع اهلاوي بقول لك يا ريت كان محمد صبحي موجود النهارده. محمد عواد كان من نجوم المباراه، صد اكتر من كوره خلال المباراه في الشوط الاول، بالذات كوره وسام ابو علي اللي كانت لو دخلت في الضربه الحره في بدايه المباراه في اول ربع ساعه كنت هتشوف مباراه تانية بشكل تاني خالص، وكان هيبقى اللقاء رايح 100% لمكسب النادي الاهلي والسوبر للاهلي محسوم. يعني لان الاهلي لو سجل في اول ربع ساعه وسام ابو علي جاب الضربه الحره دي، سيبك من ارتفاع معنويات النادي الاهلي وان اللعيبه خلاص هتبقى مركزه وعايزه تسجل تاني لان لسه المباراه 90 دقيقه، كان هيحصل عند نادي الزمالك اهتزاز في ارض الملعب وكان مش هيبقى فيه تركيز، ونادي الزمالك هيفتح خطوطه عشان يسجل بسرعه قبل الشوط ما ينتهي، وكانت هتبقى فيه حسابات تانيه خالص من الجوميز وكمان من مارسيل كولر. ولكن كرة الضربة الحرة لما صدها محمد عواد اكتسب بيها ثقة كبيرة وقدر ان هو يكمل اللقاء بتألق غير عادي بصراحة، وتوج هذا التألق بأنه صد الكرة بضربة الجزاء بتاعت رضا سليم في آخر في ثالث ضربة جزاء للأهلي، وبعدها وسام ابو علي طبعا جابها في العارضه. انا حتى قلت وانا بتفرج على ضربات الجزاء ان وسام ابو علي هيضيع دي ومش هنستنى ان الزمالك يلعب والزمالك هيبقى بطل السوبر، لان الزمالك كان بصراحه يا جماعه الزمالك يستحق. قلنا ان محمد عواد كان متألق ويستحق هذا. ناصر منسي اللي اخذ جايزة رجل المباراة في السوبر حاجة مش هتتنسي طبعا ليه. الراجل ما كانش جمهور الزمالك قبل اي جمهور بينتقده، ويعني وصلت لحد كبير من التجاوز من جمهور الزمالك مطالب
طالبين ان هو يمشي من الزمالك، ولكن النهارده الراجل هيفضل الهدف ده في تاريخه. طبعا مش هدف فوز ولكن هدف التعادل اللي اعاد الزمالك للقاء، وكمان في ضربات الترجيح شاط ضربة الترجيح بكل اجادة ويعني وتألق فيها ولعبها بشكل كويس. والكابتن محمد الشناوي اللي النهارده الكورتين بتاعه المسلوسي وبتاعه ناصر منسي كانوا جنب صوابعه كده، يعني الكرة اهي كان ممكن لو صباعه بس يحركوا سنه زياده جوه الجلافز كان ممكن يطلع الكرة، ولكن ما كانش فيه توفيق لمحمد الشناوي، وده ناتج عن الاداء اللي شفناه طول المباراه. الكره اللي اتشاطت من زيزو اللي دخل فيها ولاعيبه الزمالك طلبت ان الحكم يرجع فيها للفار، لان الشناوي تداخل مع تقريبا ناصر ماهر او ناصر منسي في الكره اللي شاطها زيزو وفلتت من الشناوي ورجع كمل عليها وطلعها بره. دي ناتجه عن عدم تركيز، لو هو واقف صح كان توقع الكره جايه فين وكان مسكها. كمان الجون حتى اللي دخل في الشناوي برده كان ياسر ابراهيم وقدامه رامي ربيعه وناصر منسي، الكره عدت من رامي وياسر اعتمد على رامي وجي ناصر منسي شاطها بصراحه بقوه، ولكن برده الشناوي لو واقف صح ومركز صح كان يتوقع ان الكره ممكن تعدي، وبرده الكره عدت من تحت ايده وما قدرش يلمسها. انا مش بحمل الشناوي مسؤوليه الهدف، ولكن بحمل كل الفريق بما فيهم مارسيل كولر. مارسيل كولر النهارده اللي قال ان هيكون في مفاجآت وهيكون في تغييرات في التشكيل، وما حصلش حاجه وما فيش اي تغييرات حصلت في التشكيل. واحنا قلنا ان كويس ان ما فيش مفاجآت ولا في تأليف، وانت بدأت ضاغط اول ربع ساعه تاني ربع ساعه ما فيش حاجه لحد ما اتحسبت ضربه الجزاء وسجلت الهدف الاول. اعتمد مارسيل كولر على الهدف ده وحاول ان هو يتراجع الشوط الثاني باكمله. 45 دقيقه كامله عايز تلعب على تأمين الهدف وترجع لورا، مش هيحصل قدام نادي كبير زي نادي الزمالك. طبعا نادي كبير زي نادي الزمالك ويستحق النهارده ان هو يفوز. لازم ندي يا اخوانا كل واحد مجتهد حقه. الاهلي لو فاز النهارده كنت هقول لك الاهلي فاز بالسوبر بالحظ بضربات الجزاء الترجيحيه، مش هنزايد على بعض ونقول ان الاهلي كان افضل وان الاهلي كان يستحق. حتى اذا فاز كنا هنقول برضو زي حتى في نهائي القرن الاهلي كان لاعب والزمالك كان لاعب، وتقريبا لو ما كانتش الكفه 50-50 فالزمالك كان افضل في نهائي القرن واتغلب. النهارده الكره كافئت المجتهد وكافئت اللي يستحق ان هو يحصل على اللقب، وودت البطوله ل100 عقبه عن طريق ضربات الجزاء، لان الزمالك الشوط الثاني عمل كل حاجه في الكوره، ضغط عمل، فرص خطر عمل، تسديدات على المرمى. اللعيبه كلها كان عندها الحماس والاراده والعزيمه ان هي هتاخد البطوله. الكره لما بتطلع رمي التماس او اللاعب بيجري عايز يلعب الكره بسرعه، عايزين حتى بعد التعادل ان هو خلال المباراه عايز يتعادل وعايز يتقدم على النادي الاهلي. في الناحيه الثانيه تبص تلاقي لعيبه النادي الاهلي اصابات كتير. اكرم توفيق، محمد هاني اللي خرج بدري وحصلت له اصابه الف سلامه يعني عليه، ولكن اصابات كتير بالجمله. يحيى عطية الله اللي كان مطلوب منه النهارده لو كان الطلب منه زي ما عمل في ماتش جورماهيا هنا في القاهرة كان ممكن تلاقي شكل تاني مختلف للأهلي، ولكن مارسيل كولر كان مشدد جدا عليه انه ما يزيدش وما يقطعش للعمق، لان كان طريقة مارسيل كولر النهاردة كانت دفاعية الى حد ما. هل تقدر تدافع الشوط الثاني باكمله؟ لا مش هتقدر، وده اللي حصل. الزمالك سجل الثاني ووداك الى التعادل والى ركلات الترجيح وفاز بالمباراة. لكن يحيى عطية الله لو كان واخد ادوار مباراة جورماهيا كان ممكن يقطع في العمق، وكنت تلاقي اكرم توفيق بيلعب له وعطية الله بيلعب ويزيد جنب وسام، ويحصل ان الاهلي يحصل على فرص ويعمل تسديدات، لكن ده ما حصلش خالص. حسين الشحات في الجبهه اليسرى كان بيحاول مع يحيى عطية الله، ولكن يحيى كان يزيد. انا كنت بركز في الهجمات اللي فيها يحيى بعد ما كان بيزيد ويقطع، ده يدل ان كولر كان مديهم تعليمات بالتراجع. واللعيبه نفسها ممكن نقول برضو ان كان عندها جزء كبير من حاله التشبع وكميه البطولات اللي عندها، فخلاص احنا هنفوزنا واحد وجبنا الهدف الاول هنكمل عليه وان شاء الله ربنا هيكرمنا والزمالك مش هيسجل وهيطلع اللقاء بنتيجه 1-0 وحصدنا بطوله السوبر واخدنا البطوله من الزمالك ونحتفل ونروح وزي الفل. فهم مش مهتمين بان هو يسجل اكتر، او دي تعليمات من كولر. لحد دلوقتي ما نعرفش هل اللعيبه ما نفذتش تعليمات كولر ولا هي دي كانت تعليماته. لو كانت تعليماته يبقى كولر اكيد ما كانش مركز وما كانش عامل حساب المباراه دي. يحيى عطية الله عمل حركه انا استفزتني جدا، مع ان يعني الراجل يعني كان لاعب وكل حاجه، بس مش زي طبعا مباراه جورماهيا، ولكن الكره اللي لعبها بالكعب دي
فكرتني بمحمد الشيبي في مباراه بيراميدز لما عمل الكره بالكعب وما قدرش يلحق الكره، وبعد كده الكره اتلعبت لوسام ووسام راح مسجلها نفس الطريقه، ما قدرش يقطع الكره راحت من زيزو لناصر منسي، ناصر منسي سجل الهدف بتاع الزمالك. فدي لقطه مش كويسه من يحيى عطية الله، يعني حبيت اقول لك عليها. ركله جزاء الاهلي بالمناسبه صحيحه، يعني من غير صياح، حتى لو الاهلي كان فاز او النهار او اتغلب يعني زي ما حصل، كنت هقول لك ان ركله جزاء الاهلي صحيحه. انت لو في نص الملعب والكره اتلعبت، انت خرجت الكره من رجلك لعبتها ودخل عليك حد، التدخل ده كان هياخد انذار وكان هتتحسب الكره فاول. فالكره بنفس الشكل ده اتحطت جوه منطقه الجزاء، فتبقى ايه؟ فتبقى ضربه جزاء. انت اعاقت اللاعب بعد تسديده للكره، زي ما ممكن تعمل له الاعاقه دي بعد ما يباص الكره للاعيب تاني، فهتتحسب فاول بره المنطقه، ضربه جزاء جوه المنطقه. الكره بتاعت عمر كمال، انا بصراحه شايف ان الحكم لو ما رجعش للفار كان المفترض ان هو يرجع للفار فيها، لان برضو فيها نفس الكلام، ان اللعيب حصل له اعاقه بعد ما لعب الكره اللي هو دونجا. هتقول لي انت بتقول كده عشان الاهلي اتغلب يا عم وهتعمل لي فيها محايد. لا والله، لا والله، حتى لو الاهلي فاز كنت هقول الاهلي كان سيء، الزمالك كان افضل، والاهلي محظوظ، كنا هنقول كده عادي. كنت هقول ان الاهلي حظه احسن، التوفيق غاب عن نادي الزمالك، ده لو الاهلي فاز. كنت هقول لك التوفيق غايب عن نادي الزمالك، فاز النهارده الاهلي ولكن حظ. فما يمنعش ان انا اكون محايد سواء الاهلي اتغلب او الاهلي فاز. ربنا يعلم اللي الواحد جواه. الزملكاويه اخواتي وحبايبي بنهزر وبنضحك مع بعض، وانا قابل كل يعني تحفيلكم وكل حاجاتكم اللي عايزين تقولوها. مبروك ليكم، من حقكم تفرحوا، حققتوا السوبر الثاني في تاريخكم على النادي الاهلي سنه 94، حتى لو كان موضوع هدف ايمن منصور واللقطه بتاعه طرد محمد يوسف، ومش يعني ما علينا، انا مش من الناس اللي برجع واقول ده حصل وده كان، لا، انت خدت بطوله السوبر سنة 94 وخدت بعدها بطولة السوبر سنة 24 عن طريق هزيمتك او انتصارك على النادي الاهلي. فمبروك لكل جماهير نادي الزمالك، وهارد لك لجماهير النادي الاهلي، ومش هارد لك للاعيبه ومدرب النادي الاهلي مارسيل كولر اللي محتاج يركز جدا الفتره الجايه. عندك نواقص كتير لو هتلعب بالشكل ده وبالطريقه دي قدام العين الاماراتي يوم 29/10 في بطوله الانتر كونتيننتال، بطوله كاس عالم للقارات، هتلعب قدام العين وسفيان رحيمي ورفاقه يوم 29/10 بالشكل ده وبالاداء ده، وعايز تدافع 45 دقيقه كامله، يبقى انت هتبلع 6 ولا 5 من العين الاماراتي. لازم يكون فيه تجديد وتطوير، وفي نواقص كتير هنتكلم عليها بعدين، وحاجات وصفقات المفروض تحصل في شهر يناير في فترة انتقالات الشتوية. لازم الأهلي يركز في الفترة اللي جاية. اتحاد العاصمة لما هزمنا أخدنا بعدها كل بطولات السنة اللي شاركنا فيها. أما الزمالك النهاردة لما هزمنا، لو استمرينا بالشكل ده أعتقد هتقع مننا حاجات كتير، وإحنا داخلين في موسم صعب جدا واستثنائي جدا جدا جدا. إحنا لسه في بداية موسم، لسه داخلين على دوري وعلى أفريقيا وعلى انتر كونتيننتال وعلى كاس عالم وعلى مدعكة كبيرة. فأرجو من جماهير النادي الأهلي النهاردة ما تزعلش. أنا بس كل اللي مزعلني حاجة واحدة، إن ناصر منسي اللي هو ناصر منسي المدرب بتاعه في مره بيساله في الكونفدراليه تقريبا، بيقول له انت تعبان تخرج، فقال له لا انا مش تعبان. فحتى مدرب الاحمال راح قال له مش تعبان ايه ده هي لوكس ديد، ده انت شكلك ميت. بيقول له ده شكله ميت مش تعبان ايه، يخرجه. فالراجل كان بيسخر منه ساعتها، وجماهير الزمالك بتنتقده وعايزه تمشيه، وهو النهارده يبقى عريس الليله دي. الحاجه اللي يعني بيضايقني شويه ان هو يكون هو نجم المباراه ورجل المباراه ومعاه جايزه رجل المباراه وهدف في الاهلي ولعب ضربه جزاء بشكل حلو وسجل، والشناوي يعني الله يسامحه الكورتين في ايده، ومحمد عواد من نجوم المباراه. يعني مبروك للزمالك، هارد لك للاهلي ولكل جماهير الاهلي. ان شاء الله موسم بدايته وحشه، ولكن هو موسم صعب، موسم بدايته مش حلوه، ولكن هي بطوله في مباراه. لسه الموسم طويل، ولسه اللي جاي ان شاء الله افضل للاهلي ولجماهيره. اتمنى من جماهير النادي الاهلي بدل ما تفرغ غضبها في الزعل في السخريه وفي الانتقاد والغلط، لا نفكر ازاي ندعم فريقنا ونقف وراه. مره اخيره هارد لك لجمهور النادي الاهلي، والف مبروك لجمهور نادي الزمالك.